ألف 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 مليون مبروك لكل جماهير وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. دايما النادي الأهلي هو رقم واحد. النادي الأهلي هو اللي بيفرح الشعب المصري، والله العظيم هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرح الشعب المصري. النادي الأهلي النهاردة الصعود للدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد. تخيل النادي الأهلي هيلعب في الدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد. ريال مدريد طبعا بطل دوري أبطال أوروبا، والفرقه الاعلى تتويجا على البطولات القاريه. يعني تخيل ريال مدريد يعني فريق اكتر فريق حاصل على البطولات القاريه، بنفسه مين بقى في المركز الثاني؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي بطل القرن النهارده استطاع ان هو يفوز على فريق ستايل الامريكي اللي بهدف لا شيء لمحمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه دايما لتاني مره بيكتب اسمه بحروف من ذهب. محمد مجدي قفشه لو تفتكروا جاب هدف القضيه ممكن في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا مع مباراه الزمالك، وهدف اللي احرز البطوله النجمه التاسعه لدوري ابطال افريقيا. النهارده محمد مجدي قفشه يكون بسبب صعود النادي الاهلي بهدف كره تترد من العارضه من فوق حارس المرمى، تيجي لمحمد الشناوي وتخبط في رجل مدافع فريق ستايل يغير اتجاهها وتسكن شباك الحارس على شمال الحارس فريق ستايل. يصعد النادي الاهلي الى المباراه الدور قبل النهائي. دايما النادي الاهلي مفرح الشعب المصري وبيفرح 70 مليون اهلاوي. وبحيي طبعا الجهاز الفني، وبحيي الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه في المغرب، رئيس البعثه رئيس النادي الاهلي. مليون مبروك لكل عشاق النادي الاهلي، ومليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. وطبعا تحيه كبيره للمدير الفني السويسري مارسيل كولر اللي عامل بطوله جميله جدا جدا جدا، اللي لحد دلوقتي عامل 22 مباراه تقريبا، 22 مباراه بدون هزيمه. تخيل مارسيل كولر يعني من ساعه ما تولى تدريب النادي الاهلي خاض حوالي 22 مباراه في مختلف البطولات، واستطاع ان هو ما يتهزمش في ولا مباراه. اتعادل في 4 مباريات في بطوله الدوري الممتاز، 2 بتعادل ايجابي و2 بتعادل سلبي، والنهارده بيفوز المباراه رقم 22. فده حاجه تفرح الشعب المصري وتفرحنا كلنا. النهارده اللعيبه كانت رجاله في ارضيه الملعب. وعايز اقول لك ان النهارده لعيبه النادي الاهلي، عشان ما تيجي في ناس تتكلم تقول لك اصل النادي الاهلي النهارده كان مش سهل ان هو يكسب، النادي الاهلي سهل ان هو كان يجيب جون. النادي الاهلي النهارده بيلعب بخطه تكتيكيه. النادي الاهلي مش عايز يجاري فريق ستايل، النادي الاهلي بيلعب عايز ياخد من المباراه اللي هو عايزه، وهو خد من المباراه اللي هو عايزه، استطاع ان هو يفوز بهدف مقابل لا شيء. فالنادي الاهلي النهارده، فالمفروض كلنا كشعب مصر وكل جماهير الكره المصريه تفرح للنادي الاهلي النهارده. اقسم بالله النهارده لما بتعرف ان الاهلي فاز بتلاقي الشعب المصري كله فرحان. فدي حاجه مش بتشرف مصر، مش بتشرف النادي الاهلي، لا بالعكس، ده النادي الاهلي بيشرف مصر. يعني النادي الاهلي دلوقتي بيشرف مصر، فكلنا نكون فرحانين وكلنا نشجع النادي الاهلي. لو اي حد بيلعب في مكان النادي الاهلي وبيشرف الكره المصريه ايا كان مين هو، فطبعا احنا كلنا هنشجعه. فمليون مليون مبروك لكل عشاق وجماهير النادي الاهلي وكل الجهاز الفني والاداري، ومليون مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه للنادي الاهلي في دوله المغرب، ومليون مبروك طبعا للجهاز الفني وجماهيره. هارد لك لفريق ستايل. النهارده مباراه جميله جدا جدا جدا. احنا هنقابل فريق ريال مدريد. ريال مدريد فريق يعني من احسن الفرق في اوروبا، اللي حاصل على دوري ابطال اوروبا، اللي بيشارك في كاس العالم للانديه في الدور قبل النهائي. فان شاء الله بنتمنى برضو الاداء يكون كويس قدام فريق ريال مدريد، بعيد عن الارقام وبعيدا عن النتيجه وبعيدا عن اي حاجه. ان شاء الله الاهلي برضو يقدم مباراه كويسه، وان شاء الله يكون التوفيق من عند ربنا. وبرضو النهارده اللعيبه رجاله، مليون مبروك. وكلنا شفنا فرحه اللعيبه وفرحه الجهاز الفني وفرحه اللعيبه بمحمد مجدي قفشه. قلت لكم محمد مجدي قفشه هيبقى من تاني الاهداف له الاغلى في حياته. يعني محمد مجدي قفشه هيبقى الهدف النهارده في مرمى ستايل وصعود الاهلي للدور قبل النهائي هيبقى من اغلى الاهداف. الهدف اللي قبل كده كلنا عارفينه بتاع القضيه ممكن في مباراه نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، وكان حصول النادي الاهلي على النجمه التاسعه. فمليون مليون مبروك لكل لعيبه النادي الاهلي. والنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه يقدم بنفس المستوى، وان شاء الله باذن الله الاهلي رقم واحد. الاهلي نادي القرن هيقابل فريق بطل دوري ابطال اوروبا.
النادي الاهلي قابل ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا. ما تنسوش تعملوا له لايك على الفيديو دوت، واشتراكي على اليوتيوب قناه العالمي، وتعملوا له متابعه على الفيسبوك. وشكرا لكل عشاق النادي الاهلي، واشوفكم في المباراه القادمه ان شاء الله، ويكون الفوز حليف النادي الاهلي. السلام عليكم.